واخيرا وصلت دولة جديدة، اوزبكستان. في الفيديو ده هناخد جولة في الشوارع، نتعرف على ثقافة البلد والانطباع الأولي. تابعوا معايا الفيديو لحد النهاية وخلونا نستكشف مع بعض البلد الجميل. اتجهت في رحلة من أبو ظبي إلى مطار سمرغند. وأخيرا بلد جديد، تجربة جديدة، دولة جديدة نهائيا. أنا حاليا وصلت أوزبكستان، يا دوب جاي من المطار، وصلت على الهوستل ظريف يعني زي ما انتوا شايفين، كويس يعني. بالنسبة للسعر حاجة خرافية يعني. أول ما تجي بيطلعوا لك الجزمة وبيقوا بيدوك بدل الجزمة يعني شبشب كده. الغرفة هسي فيها تقريبا 1 2 3 4 5 6 سراير، ولكن أنا الوحيد اللي قاعد هنا. فكل واحد بيكون عنده رقم سرير، والسرير ده بيكون عنده خزنتين، خزنة كبيرة هنا، دي الخزنة الصغيرة، ويكون عندك المفتاح ده. فالدرج كبير يعني، أنا خدت فيه كل الحاجات بتاعتي تقريبا. شايف أنا ما بشيل حاجات كتيرة طبعا. فبصراحة يعني السرير مريح شديد، كويس جدا، في غطا كويس. المهم هسه حاليا بحاول أول حاجة أعملها همشي أغير القروش. إجراءات في المطار كانت سريعة جدا، مجرد ما يعرفوك أنت مقيم في الإمارات طوالي بيدوك الفيزا بدون رسوم بدون أي حاجة يعني. ما في فيزا أصلا، بس بيدوك الختم يعني ختم الدخول طوالي بدون فيزا. هاخدكم معي جولة في الشارع، وأنا هسه حاليا بتمشى وأشوف الأجواء برا، وأشوف سعر الصرف والتفاصيل دي كلها هحكيها لكم. السلام عليكم، رجعت لكم تاني ببلد جديد، بلد العلم والعلماء، بلد الإمام البخاري وابن سينا ومعظم العلماء المسلمين الكبار يعني. المظهر العام للشارع هنا انه الناس لطيفين شديد، كل الناس بتعلق تعليقات لطيفة وكويسة. كمان بتاع التاكسي، البت في الهوستل، معظم الناس دي كلها يعني اخلاقها كده رايقة، والناس عايشة يعني، تحس انهم يعني منفتحين شوية للناس من برا. حسب اللي عرفته انه هم كانوا يعني منغلقين شديد لحد 2016 تقريبا. بدوا يعملوا انفتاح، بدوا يروجوا للسياحة، بدوا يدوا فيز لناس لدول كثيرة جدا. يعني أنا بتوقع بالجواز السوداني زمان ما كنت ممكن أدخل. في كمية من العرسان قاعدين يصوروا في الحتة دي، فشكل الحتة مشهور إنه بيصوروا فيها عرسان وكده. كمية يعني، احنا نتكلم هسي في 10-15 واحد. طبعا انا حايم تقريبا لي ساعة، اتبهدلت شديد وانا بفتش في محلات الصراف وكده. واخيرا وبعد عناء طويل غيرنا العملة. الدولار الواحد بيعادل 12,200 سم تقريبا، $100 بتعادل 1,200,000. الشيء الواضح كمان من تعامل معظم الناس الأوزبكستانيين مع السياح. اتجهت بعدها لواحد من أهم المعالم في سمرغند وفي أوزبكستان عموما، ريجستان سكوير. زي ما انتوا شايفين دي المحل بتقطع منها التذكرة عشان تدخل لريجستان سكوير. السعر يعتبر شوية غالي يعني، السعر تقريبا $5 $4 في الحدود دي، ويعني بالنسبة للأسعار اللي في البلد يعتبر غالي، بالنسبة لأي بلد تاني يعتبر ولا شيء يعني. دخلنا المنطقة يعني كل الناس مستغربة إن أنا من السودان. الليلة لما جيت في الهوستل قالت لي أنت أول سوداني يجي عندنا في الهوستل، حاجة كويسة، شق لكم الطريق الشباب، بعد ده المفروض تسافروا كلكم. المهم المنطقة رهيبة شديد. الدخول للمنطقة كان عبارة عن 50,000 أو حاجة، المهم رقم كبير كده. هم بيقولوا لك 50 60، بينسوا موضوع الألف والألفين ده، عرفتها من كتر ما الأرقام كتيرة يعني. كانت بتسألني عندك دي كاميرا ولا تليفون، فأنا هسي بصور بالتليفون وكده. الكاميرا خدتها في الشنطة،
بس ما أعرف احتمال يكون الكاميرا سعرها براو عشان كده سألت. I met my friend from the Sudan. Thank you. Wallahi, Thank you. we meet in the nice place here. Yes, yes. It's Qadarullah, we'll meet here. amazing. Yeah. He's also working Abu Dhabi. Yeah, same location from there. Yeah. Okay. Yalla, Nice to see meet you. you, bro. Let's see you, Murzada. See you. Yalla, assalamu alaikum. شكل المباني فريد من نوعه. زمان كان عبارة عن مدارس لتعلم الدين وعلوم الحياة عموما، والآن اتحول لمزارات سياحية وبازارات بيجوها السياح من كل مكان في العالم، وهناك حتلاقي ناس من كل الجنسيات. تدخل كل مبنى بيشدك بالشغل المعماري الرهيب اللي فيه. حاليا من جوا هي عبارة عن بازارات، وكل بازار في حاجة غير، يعني في مشغولات يدوية من القطن، في رسوم زجاجية، في شغل على الخشب، في شغل في الرسومات على الورق، فكل ناس كده براهم. وفي انتيكات أكتر شيء. ممنوع جوا طبعا بعض الحاجات، ممنوع تمسك يد واحدة، ممنوع تحضن واحدة حتى لو مرتك يعني. دي من الرولز اللي بيخلوك تدخل بيها الحتة دي. كل الجمال اللي في المكان ده، لكن برضو في الليل بيتحول لتحفة معمارية. خلونا نستنى ونشوفوا كيف بيكون. كل الناس من هنا لو تشوفوا مترقبين المكان انه يتغير وكده. طبعا كل الناس دي مستنيين اللحظة الحاسمة. ناس كتيرة قاعدة هنا، وشكل الناس متعودة تتجمع هنا قبل كل يوم عشان تشوف المنظر ده. حاليا خلصت من هنا وهتوجه حتة تانية. ما اعرف اذا بكرة حاجي ولا لا، لانه ما لفيت كل المكان. الجميل في الموضوع بس انه كل الناس هنا بتتجمع بالمساء، وبيكون منظرهم جميل شديد وهم مستنيين الحتة تضلم وكده. طبعا كل مرة بقول بعد شوية بمشي باكل، بعد شوية بمشي باكل، لحد هسه ما اكلتها. اخر وجبة اكلتها كانت في الامارات. حاليا بالليل في ريحة الاكل في الشارع كله. يعني انا هسه بكلمكم ما عارف اذا تقدر تشوفوا في الصورة ولا لا. في ضباب، ده ما ضباب، ده شكله كمية من المطابخ او كمية من المطاعم شغالة في نفس الوقت، ودي الريحة طالعة منها. عرفتوا كيف؟ الشارع هنا شكله مشهور بالاكل وكده، فحشوف لنا مطعم ظريف لطيف كده اقعد فيه واحكي لكم التفاصيل من هناك. طبعا حاليا شايف مطعم، خلينا نمشي نشوفه. طلبت دونر في واحد من أجمل المطاعم في البلد، والسعر كان رخيص جدا، والوجبة كانت ممتازة. في الفيديو الجاي حنعمل جولة في أشهر سوق في سمرغند، وكمان حنمشي نشوف أهم المعالم السياحية والتاريخية. اعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية.